عارف انت الكوميك بتاع 3 تنين كده واقفين جنب بعض، اتنين كده شكلهم خليص كده وتنين تنين كده، في واحد تالت واقف جنبهم عامل كده. عارف انت الكوميك ده؟ او ده سكواد الاهلي دلوقتي، ما شاء الله، خط هجوم يحل من على حبل المشنقة، يعني عتاولة ما شاء الله. طاهر ووسام وامام ولسه اشرف بن شرقي لما يشتغل معانا كده، وكمان البدلاء وقفشه، وعندك جراديشار، وعندك حسين الشحات، ولسه في تريزيجيه جاي، وفي زيزو جاي، وليلة في بص بلاوي سودا ما شاء الله، يعني الله اكبر. فريق كده هجوميا. بس تعالى بقى كده بص على خط الدفاع، هو بالظبط التنين اللي عامل كده. عارف التنين اللي عامل كده ده هو بالظبط. ومش الدفاع بس، الدفاع والجون، يعني الله اكبر عليهم. يا رب ربنا يحميهم كده ويبعدهم عننا، مش عايز اقول ويحافظ عليهم، عشان يعني الشناوي تقريبا نسي التراي بيتعمل ازاي من ساعة ماتش الوداد اللي احنا خسرناه هناك في المغرب بتاع نهائي افريقيا، ونسي التراي بيتعمل ازاي. ما بقاش ينط على اي كورة، الكورة جاية كده دق، حلة ولا لحقها ما لحقهاش. يا عم انا لسه هنط، يا عم انا راجل ظهري بقى داخل على 40 اهو يا عم. عايزين كده نجرب حد تاني. في حارس عندنا والله موهوب جدا 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 اسمه مصطفى شوبير، هنجرب كده. طب نشوف كده الدنيا ماشية معاه ازاي. احنا جربناه اوريدي، شوفنا الدنيا ماشية معاه ازاي. طب ما يلا بقى، ولا خلاص الشناوي مفيش غيره. واللي يغيظك بقى، يعني كل بقى مرة انا هقعد اجيب في سيرة كولر، ومع انه غار يعني مش غار، هو مشي. يعني كل مرة هقعد اجيب في سيرة كولر مع انه مشي واتكل على الله، بس لازم اجيب في سيرة كولر لانه انت عندك السكواد ده، التنين الغليظ ده، اللي عندك 3 4 لعيبة قدام مهاجمين، بص مش يجيبوا افريقيا، ده بص يحتلوا افريقيا. عندك 4 مهاجمين مش يكسبوا ماتشات في افريقيا، لا ده يعملوا احتلال كده الفرق افريقيا، يجيبوا كده فرق افريقيا في شوال، وانت تقوم سايب ال4 دول ومعتمد على خط الدفاع بتاعك. يعني انت بتفضل تجيب جون في ماتش نصف نهائي على ارضك وسط جمهورك، تجيب جون، وتفضل بقى معتمد على خط الدفاع الجامد زحليقة اللي هو حارس مرمى الفشيخ اللي عندك ده. ما علينا، خلينا نتكلم في الجانب الإيجابي النهاردة. الحمد لله فوز كبير 4-2، صدارة الدوري حتى لو مؤقتا، ودي حاجة بصراحة أنا مكنتش متوقعها. من بعد ماتش بيراميدز اللي تعادلناه ده، أنا قلت خلاص كده شكرا. وجت كملت بموضوع نص نهائي دوري أبطال أفريقيا وماتش سان داونز، فقلنا خلاص كده نفسيا احنا بره. بس بصراحة عماد النحاس فاجئني بشكل الفريق اللي موجود حاليا. يعني لو هنقول شابوه لحد، هنقول شابوه لعماد النحاس أول حاجة. بصراحة الراجل عمل من الفريق طفرة في 3 ماتشات. يعني احنا شفناه 3 ماتشات. أول ماتش أنا يمكن ما اتفرجتش عليه، لكن شفت الملخص بتاعه كده، بس كان الفريق رايح في داهية، ما بيلعبوش. بس تاني ماتش وتالت ماتش الفريق بصراحة يتطور أول عن أول، ونفسيا اللعيبة في المود، اللعيبة داخلة هتكسب الدوري، وداخلة بتلعب كورة، وفعلا عندك خط هجوم ان شاء الله. يعني انا متفائل خير بخط الهجوم بتاعنا في كاس العالم للانديه. لو بحط تحت كلمه لو دي 30 خط لعبوا بشكل جماعي، عشان برضو كل واحد عايز يظهر نفسه سيكا، فدي عامله مشاكل، فاهم؟ فلو لعبوا كفريق مع بعض، دي بص هتظبط الدنيا على الاخر. فخط الهجوم انا ان شاء الله متفائل بيه جدا. خط النص يعني محتاج شغل برضو، بس خط النص في وجود حمدي فتحي، ومن وجهة نظري لو يعني استغلت امام عاشور في مركز رقم 8 اكتر، ده برضو هيفرق مع الفريق. لكن لو حمدي فتحي موجود ومحمد علي بن رمضان موجود،
فده برضه هيكون كويس بالنسبة لخط النص. اللي قلقان منه واللي عامل لي في دماغي، عارفهم انت ها؟ الأربعة اللي يحلوا من على حبل المشنقة اللي ورا، الأربعة. ما مش يعني هاني يمكن أحسنهم، وهاني في الماتشات الكبيرة بتشوفه بصراحة، يعني بيجي منه في الماتشات الكبيرة. إنما التلاتة بقى التانيين، ياسر بقى ولا ربيعة ولا حتى العش ولا حتى كوكا، الله أكبر يعني عليهم، يحسدوا على الأداء الرائع اللي هم بيعملوه. واللي في الشناوي اللي يعني ما بيعرفش يعمل تراب. فدول اللي عاملين لي بصراحة قلق في موضوع كأس العالم للأندية، وعامة عاملين لي قلق الماتشات اللي جاية عامة يعني. بس لكن كفرقة إن شاء الله شكلها كويس، هيبقى شكلها كويس في كأس العالم للأندية. عايز أتكلم على نقطة كمان، هو الجون اللي اتلغى ده، بس حد عارف هو اتلغى ليه؟ حد فاهم هو اتلغى ليه؟ يا ريت لو حد فاهم يجي يفهمني معلش، عشان أنا راجل في القوانين والحاجات دي شوية على قد إمكانياتي محدودة. الحمد لله إن احنا كسبنا نتيجة كويسة، سكور فرق الأهداف عمال يزيد، وصلنا لصدارة الدوري حتى لو مؤقتا، لكن دي نقطة كويسة. إن شاء الله نتمنى فوز بالمباريات اللي جاية، وأتوقع بس لو كسبنا الماتشات اللي جاية كلها احنا هناخد الدوري 100%، لأن أنا عارف بيراميدز هيقع له ماتش وماتشين كمان، ومش ماتش الزمالك بالمناسبة، هو هيقع له ماتش أو ماتشين كمان، ومش ماتش الزمالك فيهم. فبس نركز على إننا الماتشين بتوعنا ولا الثلاث ماتشات بتوعنا نكسبهم، بس مش عايز أكتر من كده، هنبقى زي الفل. بس